إن الضمير الآثم لا يحتاج إلى إصبع اتهام، لذا ابدأوا بمحاكمة أنفسكم أمام ضمائركم، واعلموا أن شجرة الظلم لا تثمر، وأن من بالغ في استسلامه ضاق فكره عن رؤية الحقيقة، ومن صدق كذب الحياة سخر منه ضميره، وأن عواقب الصمت أشد خطورة من أسبابه، ولأن الضمير هو منارة الإنسان إلى الصواب، لذا دعوا ضمائركم تنطق، فالضمير الأبكم شيطان أخرس. من زمان علمني بيي، من زمان قال لي يا ابني اسمع حكمة هالزمان. من زمان علمني بيي، من زمان، من زمان قال لي يا ابني اسمع حكمة هالزمان. حكمة وردتها من ايام جدي، وعلمتها لابني ولبنتي يا باي. حب الوطن ايمان، حب الإيمان أوطان، حب الوطن إيمان، إيمان، حب الإيمان أوطان. وعقبال ما اخد الدوري دي ما تفرقش معايا انا كلاعب. غريب حافظ قال لي ان لعبت الاهلي كان بيجي يتحايل عليك ولا كنا بيسيبونا. حصل يا كابتن، حصل والله العظيم في الملعب. على مسؤوليه احمد مصطفى. والله العظيم حصل في الملعب، والله العظيم من احمد السيد وشادي محمد ومن احمد العزيز. كل لاعب بتجيبه تلبسه بره الحمر يقول لك عايز العب للاهلي. السطوه، القوه، المال، الاعلام، الصحافه، لان الاهلي مصدر لكل. بس هم يكفي النادي الاهلي العظيم اللعيبه قطعت الملعب وعملوا عشان خاطرنا، والحمد لله في اخر دقيقه بنلعب بشرف. بس انا تعليقي الوحيد على الجول الاولاني وكابتن كمال ريشه، يعني الكابتن يعني الراجل زيني بايدين اتنين، والله العظيم زيني بايدين اتنين، ورحت له وانا رايح ساعه المشكله اللي حصلت واللعيبه اترمت عليه، والله قلت للكابتن محمد ابو تريكه، قلت له يا كابتن محمد الكوره فاول ولا لا؟ قال لي والله فاول. يعني كابتن تريكه قال لك والله العظيم قال لي والله العظيم فاول، والله قال لي والله الكوره فاول.
بس حكايه يعني كان المفروض يعملوا حاجه في الدوري بس الحكام ما ساعدتناش واحنا ان هناك علاقه سريه بين IMG وبين النادي الاهلي. ومن اول موضوع البث ده ما اتعمل، من اول ما بتوع IMG دول جم وانا قلت لحضراتكم ان في علاقه سريه بين النادي الاهلي وبين IMG، وان النادي الاهلي هو اللي بيحرك كل المنظومه بتاعه البث الفضائي، والنادي الاهلي يهمه فقط في هذا الموضوع ان يحصل على اكبر عائد مالي ممكن ليه ولقناته، ما يهموش خالص الانديه الاخرى ولا يهمه اي قناه. بعمل مبادره تقديم اسماعيليه. لا الكلام ده مفيش، الكلام ده لا اساس له. لا طبعا ده احنا النادي الاهلي فيه فلوس برضه، النادي الاهلي لازم يحافظ على حقوقه بس مش تبقى واضحه كده ماشي ازاي. وعايز اسال بس حاجه، كابتن حسام بيسال كابتن محمد فاروق، كابتن حسام بدري قال له مش كده، قال له ايه في المقص انت سمعت؟ قال له دي يعني لو حكمت